ربنا يبارك فيك يا مولانا. انا اول ما صليت الفجر ارتحت زي ما يكون حمل تقيل اتشال من على صدري. احلى حاجه في الدنيا دي صلاه الفجر، الدنيا وما فيها. احلى حاجه في الدنيا دي هي صحبتك يا مولانا. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحه والعافيه. تعيش. قول لي بقى مالك؟ ها؟ عايز اتجوز. ازاي؟ زي ايه؟ يعني مش احنا ترضى بربنا جواز على سنه الله ورسوله. ايوه طب والحلم والخلفه؟ انا ما قلتش خلفه، انا قلت اتجوز. ايوه، ودي تحكمها ازاي يعني؟ دي يعني انا ما قلتش نخلف، انا قلت نتجوز. هو انت لازم حد يفكرك ان ابنك اللي من صلبك هو اللي هياخد اجلك؟ يا مولانا انا هتحكم، اطمن مفيش خلفه. ازاي يعني ان شاء الله؟ الا اذا بقى اللي هتتجوزها دي تكون عاقر يعني، غير كده مش من حقك، لان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ونعم بالله. بس العلم دلوقتي اتقدم واتطور يا مولانا، وهي لو عاوزه تخلف تخلف. بيتحكموا دلوقتي في نوع الجنين، يعني ممكن تجيب بيت مش واد. شوف يا عبد ربه، الطب والعلم ده مهما تقدم لا يمكن ابدا يعني اتقدر. ربنا ما بيتعاندش، وقدرك اتحدد بحلمك خلاص. ابنك اللي من صلبك هياخد اجلك يا عبد ربه. كلاش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دماغي هتفرقع، مفيش حل تاني. أنا لازم أقول له الحقيقة، وأنا كمان مش هخليه يأذي ابني اللي خبيته عن العالم كله السنين دي كلها. مش هينفع يا ست صباح، جوزك يا اختي مش هيسمي عليه لما يعرف ان كان عنده ابن وانتي مخبيه عليه العمر ده كله. ده مش بعيد يقتلك ويقتله. ايوه، انا ما كنتش اعتقد في الاحلام دي ابدا ولا صدق فيها، لكن الحلم اهو عمال يفسر نفسه. هل يعقل ولا تيجي صدفه ان الراجل وابنه يقعوا في بعض كده ويمسكوا في بعض وكل واحد فيهم عمال يدور على التاني عشان يقتله؟ فلا الله ولا فالك يا شيخة، هي ناقصاك انت كمان. معقول الحلم بيتفسر بعد السنين دي كلها؟ عبد ربه عايز يقتل عرب؟ لا، ده حته من لحمي، حته مني. يقتلنا انا، يعمل فيا اي حاجه، لكن عرب لا. واللي هيهوب ناحيه عرب انا هاكله بسناني، هقتله حتى لو كان عبد ربه. اللي بتعمله ده ما ينفعش يا مرزوق. ام الواد راحت بلغت الشرطه، واحنا مش حامل قلق اليومين دول. طب وافرض انا سبته، تفتكر مازن هيرضى يسيبه؟ يا سيدي مشيه من وراه من غير ما يعرف. قول له هرب، اخترع له اي حاجه، المهم تخلصنا من الموضوع ده في اسرع وقت. طب افرض الواد راح بلغ؟ لا من الناحيه دي اطمن، عشان مش دي دماغ عرب السويركي. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. ازيك يا حنان؟ معلش يا حبيبتي ما لحقتش اتكلم معاكي المره اللي فاتت. نفسي اسمعك واقعد معاك واسمع صوتك واحس باللي جواكي. ما تستعجلش يا حاج، لو عرفت اللي انا جايه لك فيه هتزهق مني وهتتكلم معايا كتير. انا مش ممكن ازهق منك يا حنان. يلا يا حبيبتي انا سامعك، كل اللي انت عاوزاه. انا موافقه على الجواز يا حاج. ايه؟ قلت ايه تاني؟ والنبي سمع لي تاني. موافقه على الجواز يا حاج. ربنا يكملك بعقلك، عين العقل. خدي يا حنان، حطري بقك بالقرنفل. تسلم يا حاج. الله عليكي. اقول لك ايه بقى؟ انا عايزك من النهارده مفيش شغل قهوه ولا نزول شارع. انت من النهارده هتبقى حرم المعلم عبد ربه، كبير المغربلين. اطلع يا حنان،
اطلع انت رواقي حالك كده، وانا بالليل هعدي عليكم واتكلم مع ابوكي ونستف الامور مع بعضين. حاضر يا حاج. السلام عليكم. بحبك. يا لهوي يا امه. الله يخرب بيوتكم انتوا الاتنين. ايه جايبيني على الملا وش ليه؟ انا مش فاضل لحكي النسوان ده. يا سلام، حكي النسوان كان حلو عشانك، عشان كان ليك فيه مصلحة، انما دلوقتي بقى وحش. فين اللي وعدتني بيه يا رباح؟ لا روح امك، اللي وعدتك بيه خدتيه واللي وعدتني بيه انا ما خدتوش. فين حنان الغرباوه يا رضا؟ نهار اسود ومنيل، اعمل فيها ايه؟ هخليها تحبك بالعافية يا رباح. اللي قدرت عليه عملته. وبعدين مش كفايه ان انت السبب في طلاقي من جوزي؟ ها؟ طلعتني من غرباوي يا رباح. جوز ايه يا ام جوز؟ انت تحسبي الغرباوي ده علينا راجل؟ بقول لك ايه، ماليش فيه. اول ما تنزلي المغربلين لازم تميلي دماغ البت دي. طب وانا بقى يا رباح، انا نظامي ايه؟ هفضل قاعده زي قرد قطع كده؟ لا شغله ولا مشغله؟ لا يا حبيبي، دي ما تبقاش عيشه. بقول لك يا رباح، انا يا حبيبي اللي كنت عايشه عشانها الله يرحمها ويحسن اليها ماتت، ومبقاش عندي حاجه اخاف عليها خالص. انا هرجع الحاره يا رباح، واللي يحصل يحصل. قعدتك هنا واجب، وانت تحت حمايتي، وتمن خيانتك لصاحبتك خدتيه ونادي. اسمعوني انتوا الاتنين، انا مش عارف هتصرف ازاي لو حصل نوش منكم. واسمعوها مني تاني، اياكم تعملوا حاجة من ورايا واتقوا شري، عشان شيطاني كافر. سامعاني يا رضا؟ سامع. الشاي استوى. خدي ودي الشاي ده للعطار. تعب نفسك ليه بس يابا؟ بس ايه ده؟ مالك يا حد يجري يجيب تاكسي بسرعه بسرعه، تاكسي الاول. مالك فيك ايه؟
عم عرب عم عرب جيت لعذرك يا عرب يا سوركي. يلا يا ست صباح، يا ست صباح، يا اختي الحقيني الحقيني يا اختي الحقيني. ايه في ايه مالك؟ الحاج عبد ربه لمم الرجاله تحت وماسكين عرب ضاربينه علقه موت لما الواد هيخلص في ايديهم. اسود من النيل اوعي، محدش بيحوش، كله واقف يتفرج ولا ايه؟ طيب ابدا يا اختي، تعالي شوفي بنفسك. كفايه حرام عليكم، هيخلص في ايديكم. شفتي؟ ابني هيضيع مني، استر يا رب استر يا رب. في ايه في ايه في ايه في ايه؟ عرب بيتضرب تحت. اخرسي اوعي، لا لا معاكي، مفيش حاجه اسمها تيجي معايا، دي عركه رجاله. تمد ايدك عليه، الواد هيموت في ايدك وانت عمرك تروح السجن. عنك انت يا سيدي المعلمين، ما توسخش ايدك. انا قلت لك هتحلو وتجمع لك جميله، وزي ما انت بتقول تشكر ما تحرمش. تعالى يا باشا. اقعد. اتفضل يا باشا. لمولي كل الرجاله دي على اسم. يلا يا حبيبي، يلا يا حاج، يلا يابا، يلا يا حمل، يلا اركب. يلا خالد.
كلكم كنتوا واقفين بتتفرجوا. كل واحد يروح لحاله. يلا عاجبك كده يا جمال؟ خد ابويا على الاسم، كان لازم نتسحب من لساننا ونقول اللي عملناه الصح على فكره. وبعدين يعني مين كان يتخيل ان ابوك يعمل كده في عرب؟ وانا مالي ومال العرب زفت. انا في اللي احنا فيه هترتاح لما ابويا يعني يتسجن في حته عيل زي ده؟ لا ما تخافيش يا اختي، هيطلع منها زي كل مره. هيعمل ايه في امي؟ اذا كانت عمل كده في عرب هيعمل ايه في اللي شايله اسمه؟ هيعمل فيها زي ما هي راجل هيعمل في مراته الخاينه. مين؟ انا ناقص اصل على المسا. مين يا جمال؟ ايوه فين مراتك يالا؟ يلا اوعى. حصلت يا بنت بطني، حصلت يا سميحه، بتجيبي في عرضي وشرفي. يما والله العظيم والله. اوعي تقولي يما تاني ولا اسمعك بتنطقي بيها. طول عمرك وانت شر، نبت شيطاني. بس ما كنتش اتصور ابدا انك تجيبي سيرتي وسيره شرفي على لسانك. يما انا كنت خايفه عليكي، خايفه عليكي الواد يغويكي يما. يغوي مين يا بنت؟ يغوي مين؟ ده انا صباح الجياش اللي الشرف نفسه يحكي ويتحكى عني. ده اللي انت عملتيه الشيطان يسألك عملتيه ازاي؟ ما يصحش يا مرات عمي. طب اعملي لي حساب طيب. وايه اللي صح يا دكر؟ ان مراتك تلحسن على امها؟ والله احنا قلنا اللي شفناه. وبعدين اوعى تفتكر ان انا بديك على عمي. وزي ما بيقولوا الساكت على الحق شيطان اخرس. اتخرسوا هما بيصوتوا عليك. من امتى وانت بتعرف في الحق يا ابن همك؟ احترمي نفسك يا صباح. ولعلمك انا محترمك بس عشان بنتك مش عشان خاطر مرات عمي. انت اتجننت ولا ايه يا جمال؟ هتمد ايدك على امي؟ لا كتر خيرك. انا مش هدعي عليكي واقول لك ربنا يديكي بيت تعمل فيكي اللي انت عملتيه فيا، عشان المراره اللي انا حاساها في حلقي ما اتمناهاش ابدا لا العدو ولا الحبيب. انا مش هقول لك حاجه غير منك لله، ربنا ينتقم منك. يما استهدي بالله والنبي، استهدي بالله. يما انا كنت خايفه عليكي ورحمه ستي، والله العظيم كنت خايفه عليكي. ده انت اللي دايما تقولي لي لو الحال مال نعدله. الحال مال؟ الحال مال يا سميحه؟ انا الحال مال؟ روحي يا بعيده، قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين. قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين. لكن اسمعي يا بت، اوعي تفتكري يا بت الكلام اللي انت قلتيه ده يهز شعره من شعر راسي. والله العظيم اللي ما احلف بيه كدب ابدا. لو سيرتي جت تاني على لسانك لهقطع من لحمك باوسخ سكينه تلمه وحرميها لكلاب الشارع. فوق عليكي، فوق عليكوا وعلى ربايتكوا. ما تبصليش كده، انا مالي. انت مالك؟ حد يصدق اللي حصل لعرب؟ بقى هو ده عرب السويركي؟ على رايك ده اكل علقه موت محدش كمل. بس عبد ربه كان نصيب له الفخ صح. وعرب ولا بيصد ولا بيرد مع رجاله عبد رب. كل ما يرفع ايده ضربته تجلي وسلم بدري بدري. اطلع انت يابا مع مؤمن وانا جايه لك على طول. رجلي على رجلك يا حنان. عشان خاطر يابا والنبي اطلع وهجيلك في ثواني. هي يا بنتي تعالي ويصير الشر. ماله عرب يا رجاله؟ عبد ربه ورجالته طحنوه والمغربلين كلها كانت واقفه بتتفرج عليه. طب وعرب حصل له ايه؟ لو الحكومه ما كانتش جت ولمتهم كلهم كان زمانهم قابل وجه كريم. يا نهار اسود، يا نهار اسود،
يلا يابا يلا اطلع يا مؤمن. هات يابا ايدك. جيب العواقب سليمة يا رب، جيب العواقب سليمة. ايه حكايتكم؟ محدش مالي عليكم ولا ايه؟ فاكرين نفسكم زمن فتوات؟ في شرطة وفي قانون في البلد. يا باشا احنا تحت امر الحكومة والقانون، بس الناس بيعتبروني يعني من كبارات المغربلين بحكم السن يعني والكلام الحلو اللي بينهم. انا يا باشا كنت قاعد في حالي لا بيا ولا عليا، لقيت الواد ده جاي لي جري وبينادي عليا يا معلم عبد رب يا معلم عبد رب الحقني. ايه يا واد مالك؟ قال لي عرب اتحرش باختي. ولما راح يعاتبه استفرد بيه وضربه، وانا لما رحت له تصدق بالله يا باشا الواد ده انا مربيه وفي مقام ابوه يقوم يرفع ايده عليا. ده الياما قامت يا باشا، يمين بالله الياما قامت. الكلام ده حصل يا عرب؟ اه يا باشا، انا اختي كانت بتستنجد باي حد، وعرب مش عايز يسيبها في حل، ولو تحب اجيب لك اختي تقول لك الكلام ده بلسانها انا مستعد. شوف يا سعاده الباشا، اكتر حاجه اكرهها في حياتي هو الكذب. حصل يا سعاده الباشا. ايوه يا بيه، كان عايز يتحرش باخته، وانا قلت له ازاي يا عرب؟ دي بنت حتتنا. قال لي مالكش فيه، راح زقني يا باشا في كتفي. والله يا معلم عبد ربه وارم حتى هذه اللحظه هذا العتي المفتري الظالم ده ملوش كبير يا سعاده البيه. المهم يا سعاده الباشا راح داخل المحل وراح دافس برجليه بطن ابو ذكر، وابو ذكر ده يا باشا غلبان وبيجري على يتامى. طب يعني مين يجيب لي حقه؟ تمام، بس انا مسامح، انا مش هخصم ابن جهتي عشان ابو ذكر. المهم يا سعاده الباشا ان هو راح ساحب ازازه من النوع الفاخر وراح دششها في الارض. طب مين يدفع لي ثمنها يا سعاده الباشا؟ بس انا مسامح يا سعاده الباشا. جري بالازازه وعايز يفقع عين الولد ويعمل له عين مستديمه. والله يا سعاده الباشا، والله. استنى يا اسطى نرجع مع بعض. رايحه فين يامبا؟ تعالي اقف هنا، تعالي. داخله جوه. استنوني انتوا هنا، هدخل اشوفهم واطلع اطمنكم. لا يا علي، انا ما اقدرش استنى هنا، انا هدخل جوه وهقدم بلاغ بنفسي في عبد ربه واللي عمله. ياما ما ينفعش تخش جوه، اسمعي الكلام بقى، قلت لك انا هتصرف. يا علي يا خالتي المتر عنده حق، هو عارف ايه اللي هيتم دلوقتي جوه. وبعدين خليه يدخل يلحق عرب عشان ما يبقاش بطوله جوه. طب عشان خاطري يا ابني اقف جنبه، ما تسيبوش لوحده. حاضر ياما، ما تخافيش. لو احتجت حاجه يا متر لغيني، هاجيلك هوا. وقت بالظبط. اطمني يا خالتي والمصحف كله خير. يا رب خير، يا رب خير يا رب. يعني مش عبد الرب اللي عمل فيك كده يا عرب؟ لا يا باشا، انا اللي عملت كده، الحاج عبد رب ما عملش حاجه. وانا يا باشا بيرزيني في اكل عيشي. وانا يا باشا. طب يا باشا كلهم اعترفوا، وانا هقف ليه بقى؟ يا سعاده الباشا انا كل اللي عملته ان انا كنت بصلح ما بينهم. باشا الحاج عبد ربه ملوش دخل بالقصه دي. حكم هو راجل مش كذاب ويعرف ربنا. ادخل. تمام يا باشا. الاستاذ علي السويركي يا باشا عايز يقابل حضرتك بخصوص الجماعه دول. خليه يدخل. حاضر يا باشا، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. علي السويركي المحامي. حاضر، مع مين يا متر؟ ده الاستاذ علي السويركي المستشار القانوني لعيلة ابو الدهب يا بيه. لا يا فندم، انا حاضر مع عرب السويركي اخويا. انت يا ابني تجيب اختك تقول الكلام ده وتقول ان عرب اتحرش بيها عشان اعمل لكم محضر واحولكم للنيابه. بعد اذنك يا باشا، يعني اذا سمحت لنا، يعني المسامح كريم يا باشا، وعرب خلاص حاسب غلطته. هي زي ما تقول كده كانت ساعة شيطان وعدت الحمد لله. لا يا فندم، احنا بقى متمسكين بحق القانون وحق الدولة، وعايزين المتضرر من العرب يعمل له محضر.
احنا كمان هنعمل محضر لعبد رب، هنتهمه فيه بالبلطجه وفرض السيطره والسطوه، وبطالب باستخراج اذن من النيابه بتفريغ كافه الكاميرات الموجوده في محيط الواقعه. لا متر، معلش يا باشا، متر ما حضرش وما يعرفش اللي حصل. الرجاله اللي عملوا كده فيا قالوا الحاج عبد ربه ما عملش حاجه، وانا كده مرضي يا باشا. بالنسبه لي انا مسامحهم، وما اخواتي واكلين في طبق واحد مع بعض. رايحة فين يا حنان؟ انا دماغي عماله تودي وتجيب، عايزه بس اروح القسم اسال على العرب واطمن عليه وارجع على طول. عرب تاني؟ ما خلصنا من الليله اللي جابت داغك دي. عايزه تروحي تقفي في الاقسام وسط السوابق والحراميه؟ مش كفايه فضايح يا حنان ولا ما كفاكيش؟ مفيش خروج ليكي، ولو مصممه تعدي على جثتي الاول. عشان خاطري يابا، عشان خاطري سيبني اروح اطمن عليه. انا مش عايزه اطلع واطيه وسايباه في اللي هو فيه. وهو لما سابك ما كانش واطي؟ احسبها بقى زي ما تحسبها، المهم سيبني اخرج. عبد ربه هنقول له ايه؟ ده انت بنفسك اللي اديتي له الكلمه. سحبتها ورجعت في كلامي. انا اصلا لما وافقت كنت متعصبه ومتخانقه مع عرب. انا ينفع اتجوز راجل في سن ابويا؟ يبقى حكمتي علينا بالاعدام، ودخول الحمام مش زي خروجه يا حنان. وعبد ربه مش هيسمي علينا وقتها. بلاش تقلبيها بحور دم يا حنان. ده حتى عرب السويركي اللي كنت بتستقوي بيه عبد ربه كسره قدام الخلق كلها. حرام عليكم بقى، حرام عليكم. انتوا كلكم عليا هتفضلوا ورايا لحد ما تموتوني. حرام عليكم، انا عملت فيكم ايه؟ حرام. يلا انت يا راجل انت مالك ومال ابني عربي يا عبد ربه؟ شايله فوق راسك وزعق ليه؟ يا راجل يا مفتري، حرام عليك. ارسلي ايدك لا تعالك. يلا خالتي تعالي بعد اذنك، مش وقته. طمن على عرب الاول. عبد ربه رقبتك يا شيخ، تاخدك. ربنا يوريني فيك يوم. عرب يا خالتي. عرب الحمد لله على السلامة، ألف حمد لله على السلامة يا ابني. ألف سلامة عليك يا صاحبي، وغلاوتك في قلبي ما هنحلهم. يلا هم مش قادر اسلق طولي، عايز اروح البيت انام على فرشتي. يلا يا رايح فين يا عرب؟ مش هينفع تروح المغربلين دلوقتي تشتري مني. انا ما ينفعش اروح بيتي المغربلين واقعد من وش سيحه. يا عرب ايه ده صاحبي؟ سيحة عنده حق ما تكبرش. اقف على رجلك واصلب طولك، وبعد كده اللي انت عايزه نعمله. المعلم عبد ربه مش سهل، وزي ما عملها مره هيعملها 2 و3 و10. سككه كتير وهيخرج زي ما هو عايز. اصلب طولك الاول عشان خاطر ربنا، وبعد كده يحلها الحلال. انا واقف على رجلي واخد منهم حقي واحد واحد. انا كفيل بيهم كلهم، وما طلبتوش حد منكم يقف جنبي. يا عرب يا خرابي، اصلب طولك يا ابني، اصلب طولك واسمع كلام صحابك. احنا ممكن النهارده نبات في اي حته تانية دلوقتي. والعيش والملح يا صاحبي، مش وقتها، مش وقتها يا صاحبي. كلمنا ابو عمار. عرب راح يضل عندي هنا لين يقف على رجليه مرة تانية. هذا بيته ومطرحه، ومنشان اطمن على حمايته لين يرد مثل الأول. كتر خيرك يا ابو عمار، بس يعني لو ممكن ننقله في الاستراحة الصغيرة اللي في أول الجنينة، عشان يعني ما نعملكش إزعاج وترتاح. أي إزعاج وأي استراحة يا أم عرب، الله يهداك. والله عيب، ولدك يشتغل معاي وراح يصير شريكي. هذا بيته ومكانه لين ربي يقومه بالسلامة، وانت كانت تحب تضلك معاه. يا مرحبا بيك، البيت بيتكم. تسلم ابو عمار، وهذا العشم برضه.
كده يا جماعه انا خلصت. الف سلامه عليك. الله يسلمك. استاذنكم. اتفضل يا دكتور. خير يا دكتور، طمني. هو عرب كان بيتعاطى حاجه؟ حاجة ايه يا دكتور؟ يعني كان بياخد مخدرات؟ مخدرات يا دكتور؟ وحد الله، عرب رياضي وبيحب الرياضة، هو آخره يعني لو عندنا فرح ولا زفة كان بيشرب كاس كده مجاملة. هو في اثار لضرب حقن في دراعه بشكل غير طبيعي، فمن الواضح كده انه كان بيحقن مخدرات وبجرعات كبيره جدا. عموما وخدوا بالكم منه. الف سلامه عليك. بعد اذنكم. اتفضل يا دكتور. انا تعبان قوي يا اما، تعبان قوي. ناس فاكراني جبل ثابت في مكاني، بس انا مش كده. كل ده اونطه. نفسي ارجع يا اما عيل صغير، اما كنت اعرف بالسويرك بس صغير كده، مش هعمل اهم حاجه وشايل هم بكره. اما كنت عايش قبل فهلوه وفتحة الصدر. لو كنت اعرف ان الدنيا هتيجي عليا كده كنت قلت لها بلاش تاخدي عرب من ايده وكبريه، سيبيه صغير طالما هيجي اليوم وتكسريه. ما تقولش كده يا ضنايا، ده انت تقدر وتتحمل وتشيل قد كده 100 مرة. طب اقول لك على سر، وجودك قدامي دايما كان بيحسسني بالامان. كنت عارفة انك انت ممكن تموت روحك علشاني، ممكن تفديني بروحك. كان يا أم عرب السورج اتكسر. لا يا حبيبي، ما تقولش كده. انت ان شاء الله هتقف على رجليك وهتقوم من تاني، وهتفتكر الايام دي وتضحك عليها. ربنا عادل قوي يا حبيبي، حتى في الهم ما بيديش حد اكتر من طاقته، دايما بيدي على قد اللي يقدر يشيل، وانت قدها يا حبيبي. خشي يا محاسن خشي. يا ساتر، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا ست صباح؟ ده البيت يا اختي مكمكم قوي، ده عايز له يومين تنظيف على الاقل، مش كنا جبنا حد ينظف قبل ما ندخل؟ جرى ايه يا وليه، في ايه؟ فانا انت كنت جايه لنا من قصر عابدين؟ ايدي على ايدك، مش هنحتاج لحد. يلا غوري ودي الشنط دي جوه. من عينيا. شيلي، ما بتاكليش قدهم. طفحك قرد. وحشتني قوي يابا، وحشتني انت وامي، وحشتني لمتنا. غصب عني يابا. انا ما كلتش حقه، انا خفت هما اللي ياكلوا حقي، ومش انا.
مش أنا اللي ظنيت كده. عبد ربه هو اللي ملا دماغي، وهو اللي شايلني منه. ولا يوم من أيامك يابا أنت وأمي. سامحني يابا، وغلاوة أمي عندك تسامحني. بس ازاي؟ هتسامحني ازاي؟ الله يرحمك يابا، الله يرحمك ويرحمني. انت يا وليه يا محاسن، انت نمتي جوه ولا ايه؟ ايوه يا ست صباح. نعمين، ما نمتش ولا حاجه، بس انا قاعده بفكر يا اختي، احسن الحاج يكون رجع البيت وما لقاكيش تبقى كارثه ومصيبه ويعمل لنا بلوه وهي الدنيا والعه لوحدها ومش ناقصه. انا ما يهمنيش، مطرح ما يحط راسه يحط رجليه. ما تاخذنيش يعني يا ست صباح في ده السؤال. انا عارفه ومتاكده انك عايزه ترجعي عرب ابنك لحضنك، زي ما انا عارفه ومتاكده كمان انك مصممه انك تجوزيه المحروسه انغام. وانتي مالك يا وليه يا حشريه؟ ايش اخشاشك انتي في حاجه ما تخصكيش؟ يا اختي ما تخصنيش ازاي؟ انا عايزه افهم بس يا ست الكل، يا ام مخ زي الالمازيه هتعمليها ازاي دي؟ هو مش عرب وانغام اخوات في الرضاعه؟ يبقى هتعمليها ازاي يا ام مخ زي المهلبيه؟ انت هتهزري معايا يا وليه انت ولا ايه؟ لا يا اختي مش ههزر، انا بس افهم، بس نفسي افهم. عرب وانغام مش اخوات في الرضاعه ولا حاجه. ازاي؟ من اول يوم دخلت في حضني انغام رفضت صدري، كانت على صرخه واحده. وحتى حسنيه الماجده عشان تجيبها ترضعها، ماجدة قالت لها ما ينفعش، أنا عندي ورم. يا ساتر يا رب. مع إنها لو كانت رضعتها وكانت سليمة كنت هراضيها عشان بتربي ابني عرب. بعدها بقيت أساعدها، بقيت أبعت لها اللبن عشان عرب، واخلي حسنية تقول لها ان في راجل كويس بيتبرع بالحاجات دي للاطفال اليتامى. بس هي دي الحكايه. فهمت. ولما ربيت انغام وحسيت ان هي بنت زي الملاك ونضيفه وعرب مجدع وطيب وبيعرف ربنا، استخسرتها في أي حد تاني وتمنيتها تبقى لابني عشان حاسة إنها بقت حتة مني. أيوة يا أختي، صح صح، أنتي صح. إن شاء الله إن شاء الله كله يحصل إن شاء الله. انتي بتسرسبيني صح؟ لا بتسرسبيني. لو حياتك يا ست صباح، كفايه اللي انتي عرفتيه عني. عارفه لو الكلام ده طلع بره انا هقطع خبرك. مش هيطلع. غوري. حاضر. غوري من قدام. اعمل ايه؟ نضفي الاوضه. يلا عشان اخش اتخمد. طيب حاضر ما تزعليش. حاضر يا اختي حاضر. صباح صباح
انت يا صباح. صباح. ايوه يا بابا. امك فين؟ في بيت جدي. جدك؟ جدك مين؟ بيت جدي الجياش. بيت الجياش؟ رحت هناك تعمل ايه؟ ده مقفولة دي له سنين. معرفش، لمت هدومها وقالت هتروح تقعد يومين. امك بتعصى كلامي. ماشي يا صباح، ليك رؤى. بابا ما تسيبها في حالها بقى، هي مخنوقه ونفسيتها في الارض وده باين عليها جدا. وانت متغير قوي، مش طايق لحد كلمه، ما اعرفش فيه ايه. وبعدين ما كانش ينفع اللي انت عملته ده. ليه اصلا تعمل كده مع عرب؟ ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. لا هتدخل، لما حياتنا تبوظ وبيتنا يتخرب هتدخل. هو انت عاجبك اللي بيحصل لنا ده؟ عاجبك دخولك الاقسام وركوبك عربيه البوليس قدام الناس كلها بعد ما كان ليك هيبتك في المغربلين؟ بعدين بتعمل كده ليه؟ بتجيب بلطجيه وبتصحي العرب في قلب الشارع ليه؟ كل ده عشان قلت لك اني بحبه؟ تحب مين يا بنت الكلب انت؟ لو قلت كلمة بحبه دي تاني انا هدفنك مكانك، فاهمة؟ انا محدش يصدق كلامي ابدا ابدا. بتخاف منك دي تاني مرة تعملها معايا. زمان لما كان بيحصل لي أي حاجة كنت بجري أحكيها لك وما كنتش بخبي عنك حاجة. اللي أنت بتعمله ده هيبعدني عنك. أنت اللي اتغيرت. عبد ربه اللي كان فاتح قلبه الأنغام ما بقاش موجود دلوقتي. اللي موجود ده واحد ما اعرفوش. خسارة يا ماما، خسارة. ابعد عني، ما تلمسنيش، ابعد عني. لا ايوه الحاج. فين ستك صباح يا بنت؟ صباح ايه ده يا صباح؟ يا حاج ممكن حضرتك تمشي وتسيبها بايته هنا لحد الصبح لحد ما تهدى شويه وبعد كده ربنا يفرجها يبقى كتر خيرك. امشي انت، امشي يا ناقصاك انت كمان. ايه صوتك عالي ليه يا عبد رب؟ عايز مني ايه؟ هو انت مش بتشك فيا؟ مش هعيش معاك ومش هطاطي راسي لحد. ازاي تطلعي من بيتي من غير اذني؟ انت مالكش كلمه عليا. من النهارده نعمل اللي انا عايزاه. طالما شكيت فيا يبقى مالكش دعوه اعمل ايه وما اعملش ايه. اخذ الشيطاني، امشي قدامي بدل سيرتنا ما تبقى على كل لسان والناس تتفرج علينا. هي لسه الناس هتتفرج ولسه سيرتنا هتبقى على كل لسان؟ ما خلاص. اسمع يا عبد رب، انا ما بيهمنيش حد وعمري ما هطاطي راسي لحد. انا صباح الجياش. ده اخر ما عندك؟ اخر ما عندي يا عبد رب، ومش خايفه منك، واعلى ما في خيلك اركبه. هركبه يا صباح، هركبه، بس انت كده جبتي اخرك معايا وكده انت حكمت على نفسك بالسجن لاخر يوم في عمرك. سجن؟ السجن قال ما وريتك.
شايفني؟ اطلع لي فوق عايزك بسرعة بس يلا. ايوه اطلع لي. سلام. الهدوم اللي انت طلبتها صاحبي. ايه يا صاحبي مالك؟ اسمع محسن، اللي اقوله لك ده مش عاوز حد في الدنيا يعرف. ها؟ قبل ما يحصل اللي حصل في الحارة كانت مرزوقة العشموني، خدوني على اخوانا وهناك ضربوني ضربوك بالحقنة صاحبي صح؟ عرفت منين؟ لما الدكتور جه يكشف عليك شفنا مكان الحقن وعرفت انا وسيحة وابو عمار. طب اسمع، دماغي واكلاني جسمي كله وجعني، عاوز اضرب. تتقطع ايدي قبل ما تتمد ايدك بالهباب الاسود ده. بس يا عم بقول لك مش عاوز حد يعرف. اسمع اللي بقول لك عليه، مش خاطر يا صاحبي. ورا عمتك وقت دماغي وجعاني. هضرب مرة واحدة بس، مرة واحدة بس، وانا اوعدك هبطل اخر مرة. بس ما تقولش لأمي حاجة، مش عايز أمي تشوفني وأنا كده. لخاطر يا محسن، عشان خاطري هبطل. ماشي يا صاحبي، بس ما تنساش ان انت اول واحد وقف جنبي لما وقعت في السكة دي. قلت لي لو ما رجعتش منها هتخسرني. دلوقتي الكراسي بتتبدل فوق عرب وعشان خاطر. غصب عني يا اخويا، غصب عني. عملوا فيك ايه يا رب؟ عملوا فيك ايه يا ضنايا؟ مش قاعد اعمل بقى حاجة يا أم، أنا كويس. ما تكذبش عليا، انا سمعت كل حاجه. ضربوني بالحقن يا ستي يا ستي يا ستي الصالة. انت عاوز صاحبك يروح يجيب لك؟ عاوز صاحبك يروح يجيب لك؟ يا محسن. لا عشان خاطري يا أم، أبوس إيدك أبوس إيدك. آخر مرة والنبي يا أم، والنبي يا أم آخر مرة. لا انت مش هتاخد حاجة تاني، فاهم؟ مش هتاخد حاجة تاني، مش هتاخد حاجة تاني، مش هتاخد حاجة. لا أنا هحوط عليك يا حبيبي، هحوط عليك هحوط عليك لحد ما ترجع لي تاني. هحوط عليك يا ضنايا. يا ستك يا ابني يا ستك يا يا فارم ايه الدنيا؟ عم محسن الدنيا حلوه. طب امسك. مش كنت بطلت يا عم محسن يا حلو؟ انا بايت لك تاني ولا ايه؟ يا عم انا بايت لي ولا ما بايتليش، اتكل على الله بقى، فلوسك معاك. يلا محسن يا سوزان. عامل ايه؟ الحمد لله. انا طلعت لطنط ماجدة وعرب ما لقيتهمش. هو عرب فين؟ لا ما هو عرب راح كده مكان من الاماكن اللي يقعد فيها. طب ممكن تاخدني ليه؟ بعد اذنك انا عايزه اطمن عليه بعد اذنك. ما هو مش هينفع عشان هو وخالتي ماجدة راح عند ناس قرايبهم، ما اظنش ان انت هتعرفي تشوفيهم. عشان خاطري يا محسن. اكيد مش هيتضايق من وجودي صح؟ ويا عم لو اتضايق انا همشي عشان خاطري بعد اذنك.
طب ماشي تعالي بقى وزي ما تيجي تيجي، بس انا ماليش دعوه. ماشي. تعالي. يلا يا حبيبي، يلا عشان تاكل. لا يما مش قادر، مش نفس. لا يا عرب، لازم تاكل. الاكل يا حبيبي هو اللي هيقويك على السموم اللي في جسمك دي. بقول لك ايه، انت لو ما اكلتش انا هزعل منك. انا بردان يا اما، جسمي بيترعش. بردان؟ اسم الله عليك يا حبيبي. اتغطى اتغطى يا قلب امك. الف سلامة عليك. اتغطى. كلمني محسن. محسن؟ ليه؟ مش احنا قلنا انك مش هتاخد حاجة تاني؟ يا اما مش هاخد حاجه، ما انا وعدتك. انا بس هساله على حاجه في الشغل. السلام عليكم يا عرب. معايا حد عايز يطمن عليك. صباح الخير. ازيك يا عرب؟ ازيك يا طنط؟ انا اسفه على كل اللي حصل، وبعتذر لك على كل اللي بابا عمله. انت مالكيش ذنب في حاجه. ايه اللي جابك يا بنت عبد ربه؟ مش كفايه اللي حصل من تحت راس ابوكي؟ على فكره اللي حصل مش هيخلص باعتذار. يا اما انغام مالهاش دعوه باللي حصل. وبعدين انغام ضيف عندنا دلوقتي. انا مقدره اللي حضرتك بتقوليه وعارفه احساسك كأم، واسفه طبعا اني جيت من غير ميعاد، بس كان نفسي اطمن على عرب. محسن ملوش ذنب، انا اللي صممته انه يجيبني وهو ما كانش موافق. كتر خيرك يا انغام. تزعليش من امي. امي بس واخده على خاطرها وصعبان عليها اللي حصل لي. لا مش زعلانه، بعد اذنكم. وحقك عليا يا طنط، وعدك اني مش هاجي هنا تاني. استني، عايزه اتكلم معاكي كلمتين بره. تعالي. انتي كذا مرة بتيجي العرب واشوفك وانتي بتكلميه وملهوفة عليه. في الأول كنت قلقانة وخايفة منك، بس بعد اللي قالته عينيكي من غير ما تنطقيه عن عرب ما تفهموش غير واحدة ست. كلامي صح؟ كلام ايه؟ انا مش فاهمه قصد حضرتك. انت عايزة ايه من عرب؟ أنا بحبه، وربنا يعلم اللي في قلبي من ناحيته. أنا اتخانقت مع بابا عشان خاطر عرب، وعلاقتي بيه ما بقتش قد كده. أنا مصدقك يا بنتي، وعشان كده أنا هأمنك على سر مفيش أي حد يعرفه. جبت الحاجة؟ والله العظيم 3 أنا مهان على أديك حاجة. استناني يا اسطى، ما تمشيش، هرجع معاك. ايوه يا خالتي، انا وصلت عند البيت اللي قلتي لي عليه. طب ماشي، هستناكي. اطلعي لي بسرعه والنبي. سلام. انت سخن قوي، لازم دكتور يبص عليك. اقعدي يا حنان يا حبيبتي، اقعدي. هو انت غريبه؟ هروح اعمل لك حاجه تشربيها واجي على طول. انا كنت جايه اطمن عليك، كلمت خالتي ماجده، عرفت مكانك وقلت اجي اشوفك، بس لقيت الاستاذه انغام قايمه بالواجب وزياده شويتين. حاسبة على كلامك يا حنان، حاسبة على كلامك. انغام كتر خيرها جت عشان تقف جنبي، ما جاتش بعد الليله ما خلصت عشان تمضي حضور والسلام. لا فيها الخير، ده انا حتى قلت الحاجه صباح هي اللي تبقى قاعده جنبك بتمرضك، ولا انتوا عاملين عليه ورديات ولا ايه؟ وايه دخل امي في الموضوع؟
وتكلمي عدل معايا. انت تسكتي خالص ما اسمعش نفسك. عيل الكلام يا حنان، ما تهبليش. هي دي حمد لله على السلامه اللي انت جاي تقوليها؟ لا وعلى ايه؟ ما خلاص انا اطمنت عليك، وخلي الاستاذه انغام تشبع بيك. احترمي نفسك، اشبعي بيدي. انا مش قلتلك ما اسمعش نفسك؟ انغام، نورتينا يا حنان. نورتي. هي تقصد ايه بالكلام ده؟ وايه دخل امي في الموضوع؟ ما تحطيش في بالك، وحقك عليا لو حد قال لك كلمه تزعلك. انا عارف ان الزياره دي جت عليك بخساره، بس انت ما تعرفيش مجيتك دي عندي ايه. ولا يهمك، طالما انت مبسوط يبقى الدنيا باللي فيها. انا عايزه افهمك حاجه، انا ما عنديش مشكله خالص اني افضل احبك حتى لو مش هتبقى معايا. ولو انت عايز حنين انا مستعد انزل دلوقتي وافهمها كل حاجه، وهعمل اقصى ما عندي عشان ترجعوا تتكلموا تاني. وانت ازاي كده؟ عادي، اللي بيحب حد بيتمنى طول الوقت انه يشوفه مبسوط. لو وجودي جنبك هيسبب لك مشكله انا هنسحب في هدوء، ويكفيني اني افضل ابص عليك من بعيد. انا هنزل الحق حنين. لا لا لا، ما تعمليش كده، انت غالية عندي يا انغام، وما يرضنيش انك تعملي حاجات اللي بيها من نفسك. بالورق ده الارض اللي خدها عرب بقت ملكنا رسمي، ومحدش يقدر يفتح بقه معانا، ونقدر ناخد قوه تمكين ونخلي الارض في حيازتنا في اي وقت. فيها ايه الورق ده يا مازن؟ الورق ده بيقول ان صاحب الارض باع للارض بالكامل قبل وفاته. ده مش بس كده، ده قبض ثمنها بالكامل وسجلها كمان في الشهر العقاري قبل وفاته بشهر. يعني الواد البرافان اللي جابه عرب وضرب له بطاقه عشان يورث الراجل ما بقالوش حق في الارض، لان الارض متباعه اصلا. برافو، بجد برافو. الجيل الجديد دماغه عاليه قوي يا مرزوق، بيلعب بحرفنه. الواد ده تربيتي يا طاهر، والواد ده متربى على الغالي. بس ده ما يمنعش ان اعاتب حضرتك. تعاتبني على ايه؟ ان انت مشيت عرب من المكان اللي انا كنت حابسه فيه. يا مازن، انا كنت بحميك من نفسك، الواد كان هيموت في ايدك. ما يموت ولا يتنيل، ده حته عيل لقيط، هو ده حد يسال عليه؟ لا لا لا، انت فاهم غلط. الواد ليه اهل وبلغوا البوليس. احنا في دولة قانون، اللي بيتشم ريحته بيتجاب في ثواني. البوليس ما بيهزرش. وبعدين يا مازن خليك عارف، شغلنا بيحب الظل، ملهاش لازمة بقى الشوشرة دي. مازن بيه، في ايه؟ عرفنا ان عرب السويركي قاعد في فيلا عند واحد اسمه ابو عمار. المهم زي ما بحكي لك كده، مسكت في خناقه ورفعت عرب السويركي ونزلته على رجليه قدام المغربلين تما، وخلاص كان فاضل تكه وبالازازه كنت هصفي عينه بعد ما نزلته راكع على رجليه، بس ابوك اتدخل بقى. وانا اللي كنت فاكره ان ابويا هو اللي عمل كده. هو انا يا بت يعني بعز ابوكي ده من شويه؟ طب بقول لك ايه بقى، ما تقومي تغيري هدومك بقى عشان عايزين نحتفل بكسرة عرب السويركي. ها؟ عينيا. زي ما انتوا، انا شايف اننا نحتفل احنا التلاتة. نهار اسود.